هلو هلو، عاملين ايه؟ البنجر يا جماعة، كتير مننا بينسى ان ياكل البنجر او حتى يدخله في وسط الاكل، بما انه طبعا مليان بعديد من الفوائد، اخصها طبعا الحديد. فوائده عالية جدا وحلو طبعا ومغذي. وما بتدخليه في اي اكله سواء طبيخ او حاجه بيخلي الطبيخ ده احمر تحفه. طبعا بنستخدمه بقى في الطبيخ واحنا بنطبخ، نحط مكعبه كده. بنستخدمه لو هتعملي كركديه نحط عليه مثلا بنجر او حاجه يكون مستخبي كده الاطفال ما يشوفوهوش. بتعملي عصير فراوله برضو نحط فيه بنجر. مغذي جدا، وانا هقولك على طريقه حلوه جدا للبنجر ما تتعبكيش، ونخزنه كمان. معايا هنا كيلو وربع من البنجر، قشرته وغسلته غسلة كويسة. تمام، هقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. مكعبات بقى كبيرة صغيرة مش فارقة، هو كده كده هيتسلق معانا اهو، على بلانشة كده بإيدك اللي انت عايزاه. هو اصلا وانا بقطعه خلى ايدي دي حمرة كده ممرضة وجميلة الصراحة. وفي ناس بتعمل ماسك بنجر على فكرة، هحاول اجيب لكم طريقة الماسك كده ان شاء الله وهقولها لكم. خلاص، انا كده قطعت الكميه كلها معايا اهو، وحطيتها في الحله اللي هسلق فيها البنجر. هنزل عليها بميه سخنه، ميه بارده، اي حاجه، بس انا نزلت عليها بميه سخنه عشان اسرع عمليه الغليان. احط بقى على نار هاديه لحد ما يستوي خالص، تقريبا خد معايا ساعه. بعد ما استوى خالص وطري، هجيب بقى الهاند بلندر بتاعي. ما عندكيش هاند بلندر، في الخلاط بس حطي شويه ميه من تحت في الخلاط عشان يلف معاكي. اهو ضربته لحد ما بقى كريمي خالص. شايفين؟ انا بقى هصبه هنا في شبشق، طبعا سبته يبرد شويه وهقول لكم صبيته في شبشق ليه. علشان هرصه في عندي من المكعبات بتاعه التلج. غير ان انا هعبيه في اكياس، هعبيه في اكياس بيبقى صعب لما تيجي تطلعيه من الفريزر وتكسريه، بيبقى صعب عليكي. فانا عملت ايه؟ حطيته في قوالب التلج عندي. طبعا احنا دلوقتي ما بنستخدمش التلج قليل قوي عشان طبعا الدنيا ساقعه. قوالب التلج عندك فاضيه، هاتيها كده اشطفيها شطفه حلوه وصبي فيها البنجر مكعبه مكعبه زي ما انت شايفه كده بالظبط. خلاص، هدخلها بقى الفريزر تجمد اهو. انا هنا الكيلو وربع خد معايا 3 قوالب. هدخلها الفريزر تجمد خالص خالص خالص. وبعد ما تجمد هنزل بقى كده المكعبات، بس احاول اكون فرشه كيس او حاجه على الرخامه عشان ما بهدلش الدنيا. اهو نزلت بكل سهوله. لو حسيتي ان القالب مش عايز ينزل معاكي 3 دقايق بالظبط تحت ميه سخنه من تحت كده، في ثواني هيتعمل معاكي. اهو شايفين المكعبة بقى طالعة كده اهي الواحدة بوحدتها حلوة جدا. عندي طبيخ، خلصت الطبيخ بتاعي قبل ما اقفل عليه بحاجة دقيقة اروح واخدة مكعبة البنجراية حطها في الاكل. بتخليه احمر جدا، غير الغذاء اللي فيه طبعا زي ما قلت لكم استعمالاته كتير. هحفظ الكيس في الفريزر واطلعه على الاستعمال، وبألف هنا وشفا.